أعلنت وزارة الصحة أن الوضعية الوبائية لمرض الإنفلونزا الموسمية على المستوى الوطني تعتبر عادية ولا تدعو إلى القلق، مؤكدة أن عملية التلقيح تبقى الوسيلة الأنجع للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس. وأوضحت الوزارة في توضيح على إثر نشر بعض المنابر الصحفية لخبر حول ظهور فيروسات جديدة تسبب مرض الأنفلونزا الموسمية أنه تبين من خلال المعطيات المستقاة من مختبر الفيروسات بالمعهد الوطني للصحة الذي يعتبر المختبر المرجعي الوطني للإنفلونزا والمصادق عليه من طرف منظمة الصحة العالمية أن أنواع فيروسات الأنفلونزا الموسمية التي تم تشخيصها بالبلاد تبقى إلى حد الآن عادية. ونصحت الوزارة المواطنات والمواطنين بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية خصوصا الأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الجهاز التنفسي، مرض السكري، الأمراض التنفسية المزمنة، وكذا مرض نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، مبرزة أن اللقاح المتوفر حاليا يحمي من أنواع فيروسات الأنفلونزا الموسمية المسجلة بالبلاد. وذكرت وزارة الصحة بأنها تقوم بمراقبة الحالة الوبائية لمرض الأنفلونزا الموسمية وطنيا، مشيرة إلى أن فيروس ألف همزة احتال ألف تاء شين 3 إن 2 يمثل الصنف السائد وطنيا خلال هذا الموسم بنسبة تقارب 90%، وهي نفس النسبة المسجلة على الصعيد العالمي.